شهر حزيران من عام 2014. القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي تكمل استعدادها لعمليات التحرير في الموصل. تجري الاستعدادات من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي لعمليات تحرير الموصل في الفترة القليلة المقبلة وفق الخطط الاستراتيجية المعدة لانطلاق ساعة الصفر، مع مراعاة كل ظروف المعركة من جهد هندسي واستخباري وتوفير ممرات آمنة لخروج العوائل. هو بالتحديد معركة الموصل تحتاج إلى تحضيرات وتجهيزات، وتحتاج إلى وضع خطط عسكرية واستراتيجية، وبالتأكيد مشاركة واسعة من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي وكل الجهات التي تريد الخير للعراق. وأنا أعتقد أن المعركة تحتاج إلى نوعا ما إلى الخبرة في مجال ذلك، يعني هذه الخبرة متوفرة بعد انتصارات كبيرة تحققت في مناطق أخرى من العراق. استعدادات القوات المسلحة والحشد الشعبي لعملية تحرير الموصل إن شاء الله بعد الخبرة اللي اكتسبوها من التحرير اللي حدث في الفلوجة وغير الفلوجة ومن تكريت قبلها ومن كل المناطق اللي تحررت بفضل الله سبحانه وتعالى وبقواتنا الأمنية والحشد الشعبي وتكاتف العشائر معهم. مراقبون أشادوا بالإنجازات والانتصارات التي تحققت بسواعد أبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي، وهم الآن على أتم الاستعداد لدخول الموصل، خصوصا وأن التقارير تشير إلى انكسار واضح في صفوف العدو وهروب كبير لأغلب القيادات الدواعش. يعني دعا السيد العبادي يعني الإسراع بتحرير محافظة الموصل من هذه العصابات، وينتظرون من سيشارك في هذه العملية. هناك لغط كبير بأن هناك منع يعني الحشد الشعبي من المشاركة في هذه العملية، لكن اليوم القرار الفصل هو بيد القائد العام للقوات المسلحة. نبارك للقوات الأمنية لاستعدادها لتحرير منطقة الموصل من دنس الإرهاب، وإن شاء الله تعود إلى حضن الوطن. ونحن ننتظر ساعة الصفر إن شاء الله لتحرير الموصل ما تبقى من الأراضي العراقية إن شاء الله، ونكسر شوكة داعش نهائيا إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله بالصفحة الأخرى بالبناء وإعادة بلدنا في مصاف الدول المتقدمة. ينتظر أبناء الشعب العراقي أن تزف بشرى تحرير الموصل بهمة السواعد العراقية في القريب العاجل، لتعود الموصل إلى حضن العراق وطرد الإرهاب من آخر شبر من أرض العراق. تجري الاستعدادات على قدم وساق بسواعد الأبطال من القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي لتحرير الموصل من براثن عصابات داعش الإرهابية، ومقبل الأيام سيشهد انطلاق ساعة الصفر وفق الاستراتيجيات المطلوبة. من بغداد صباح نوري، المسار الفضائية.